السلام عليكم. النهاردة هنعمل مع بعض طريقة البوفتيك او السكالوب بانيه اللحمة بطريقة سهلة جدا، وهتبقى احلى من المطاعم وانضف بكتير طبعا. وهقولك كمان ازاي يبقى الكفر بتاع اللحمة من بره كده يبقى متماسك معاكي وما يفكش منك. وهقولك برضو على حاجة هنحطها للحمة هتخليها معانا طرية جدا وتستوي على طول، وكمان مش هنحط زيت كتير. وتابعي بقى معايا الفيديو للاخر عشان تعرفي الطريقة الجميلة دي عملناها ازاي. ولو اول مرة بتشوفي قناتي انا مطبخ يسر، اعملي اشتراك ولايك وفعلي الجرس عشان يوصلك مني كل جديد. ويلا بينا نبتدي. اول حاجة هنا معانا اللحمة البوفتيك بنبقى غسلينها كويس وبعد كده بتصفيها. ومعانا هنا بصلاية كبيرة مفرومة ناعم، وعصير كوباية عصير طماطم، ومعانا كمان معلقتين كبار صويا صوص بيديها طعم يعني كده، وتبقى ريحتها برضو حلوة بيديها طعم جميل. ومعانا هنا هوت معلقة صغيرة من الثوم البودر، ومعانا معلقة صغيرة من بهارات اللحمة، ومعانا مع نص معلقة صغيرة من الفلفل الاسود، والملح طبعا حسب الرغبة. هنا بقى هنبتدي كده مع بعض، هناخد قطعة اللحمة كده زي ما انتوا شايفينها وهنحطها بين اكياس التخزين كده، كيس تخزين هنحطها كده في النص. ولو انت عندك المدق بتاع اللحمة ممكن هتشتغلي بيه بقى، ما عندكيش زي كده هنعمل بايد الهون مش مشكلة. احنا هنا كده بنكسر الانسجة بتاعة اللحمة علشان تبقى مستوية معانا وتشرب من التتبيلة اللي احنا هنعملها لها. تمام، هتعمليها بقى كلها كده بنفس الطريقة، والدق بتاعك فيها بيبقى من جوه لبره. هنا بقى هنضيف كده مع بعض كوباية عصير الطماطم والبصلاية الكبيرة المفرومة ناعم. احنا هنصفيها كده بالمصفى، هنبقى عايزين ناخد السوائل بتاعتهم بس زي ما انتوا كده شايفين. كده خلاص عملنا السوائل بتاعت البصلة والعصير الطماطم. هنضيف بقى عليها البهارات اللي احنا قلنا عليها، التوم باودر وبهارات اللحمة والفلفل الاسود والملح. وهنضيف كمان معلقتين الكبار الصويا صوص. هنا بقى المكون بقى اللي هيخلي معانا كده هوت اللحمه بتاعتنا طريه وتستوي وتبقى جميله معاكي هي اللبن. هنا هوت معايا ربع كوبايه من اللبن زي ما انتوا شايفينها كده. هنبتدي بقى نقلب كل المكونات دي كده مع بعض، وبعد كده هنبتدي نضيف معانا اللحمه. هناخد بقى قطع اللحمه كده اهوت زي ما انتوا شايفينها، شرايح اللحمه بتاعتنا كده هناخدها ونحطها بس تبقى مفروده علشان التتبيله بتاعتنا ديت كده تاخد من كل السوائل اللي احنا عملناها مع بعض تشرب كده منها. وما تحاوليش يعني ان انت تحطيها تبقى مطبقه كده في بعضها، لا خليها مفروده اهي زي ما انتوا شايفين كده. وبعد كده بقى بتغطيها وتحطيها كده في التلاجة تشرب من التتبيله ديت كده لمده ساعه. كل ما بتسيبيها شويه في التلاجة كده وقت تشرب من التتبيله تطلع معاكي طريه وتستوي معاكي بسرعه وتبقى جميله جدا. هنا بقى هنعمل بقى الكفر الخارجي بقى بتاع اللحمه بتاعتنا. هنا معانا بيضتين عليهم رشه ملح ورشه فلفل اسود، وهنضيف عليها كده فص ثوم بتديها برضو ريحه حلوه قوي وطعم برضو جميل. ما تخافيش يعني من فص الثوم ده مش هيعمل حاجه معانا، بيخلي الطعم والريحه حلوين. ومعانا دقيق ومعانا البقسماط الناعم. هنا بقى خلاص كده ضربنا البيض. هنا بقى هناخد كده ايه قطعة، طلعنا اللحمة من التلاجة هناخد كده شرايح اللحمة بتاعتنا كده، وهنبتدي ان احنا نصفي منها كل السوائل بتاعتها زي ما انتوا شايفين. وبعد كده بنضيفها في الدقيق، وبعد كده هنضيفها في البيض، واخر حاجة بتبقى البقسماط. ونحطها بقى في البقسماط واشتغلي بقى بايديكي كده زي ما انت شايفة واضغطي عليها علشان كده دوت ايه الكفر بتاعنا ما يتفكش بقى منك. هو ده السر اللي بيخليكي ان انت الكفر بتاعك ما يتفكش منك بالضغط عليها جامد. وهنضيفها بقى وبتحطيها كده اهوت في صينيه او في طبق، وبتحطي بينهم اكياس التخزين علشان ما تعجنش كده معانا دلوقتي زي ما انا هوريها لك. يبقى هنا زي ما قلت لكم اهو كده انت بتشيلي من على شرايح اللحمه السوائل كلها وبتضيفيها في الدقيق، وبعد كده في البيض، واخر حاجه في البقسماط، وتضغطي جامد وانت بتضيفيها في البقسماط. كده خلاص خلصناها بقى اهي. وبصوا دلوقتي بقى انا هوريكم ايه شكلها معايا في الصينيه واحنا حاطين عليها ايه اكياس التخزين.
بين كل يعني كام قطعة لحمة كده والقطعة التانية اكياس التخزين، علشان ما تمسكش كده في بعضها وتعجن كده ايه معاكي، يبقى كده ايه تبقى سهلة معانا تشيليها على طول. هنا بقى في طاسة على النار، هنا حطينا زيت بارتفاع 1 سنتي في الطاسة بتاعتنا، والزيت بيبقى سخن، وبعد كده بتوطي النار وبنضيف بقى كده هو شرايح اللحمه بتاعتنا والسكالوب بانيه بتاعنا كده زي ما انتم شايفين. وانا ايه حابه ان انا اعمل كده بالطاسه، علشان ان انا ايه يعني اعمل الزيت عليها كده من فوق، تبقى برضو الزيت جه عليها من فوق وتستوي معانا. والسوا بقى بتاعها يعني كده دلوقتي هي هتاخد من 3 ل 4 دقايق اول ناحيه، والناحيه بقى التانية برضو هتبقى برضو معاكي من 3 ل 4 دقايق، ودوت السوا الصح بتاع الاسكالوب بانيه بتاعنا او اللحمه البفتيك زي ما انتوا كده شايفينها. والزيت ما تخافيش يعني ما تقوليش ان هو كده قليل في الطاسه ان هي مش هتستوي، لا هتستوي وهتبقى جميله جدا معاكي اهي زي ما انتوا شايفينها كده اهيت. خلاص كده هنبتدي بقى ان احنا نطلعها. هي اخدت هنا سوا 3 دقايق، ومن هنا كمان 3 دقايق خلاص، او من 3 ل 4 دقايق زي ما انتوا شايفين. وانا حابه هنا احطها كده على مصفى، وبعد كده بحطها بقى على ورق المناديل بتاعه المطبخ اهيت. وهتعمليها بقى بكل كده زي ما انا ما قلت لك كده اهو بالطريقه ديت. والكفر اهو بصي متماسك معانا جدا، ولا وقع مننا في الزيت ولا فك ولا اي حاجه. اهي دي كده معانا البفتيك بتاعنا زي ما انتوا شايفينها اهي، احلى بفتيك والله، والطعم بتاعها تحفه، وتنفع معاكي كمان بقى كل سنه وانتوا طيبين على سفره بقى رمضان. وبصي برضو متماسك معانا الكفر بتاعها اهو زي ما انت شايفه. بصي هنقطعها كده مع بعض اهي، قطعناها اهيت، وبرضو الكفر متماسك، وهي طريه جدا من جوه ومستويه وما فيهاش بقى اي حاجه اهي. عجبكم بقى الفيديو اكتبوا لي بقى في التعليقات وقولوا لي ايه رايكم في البفتيك بتاعنا او الاسكالوب بانيه بتاعتنا النهارده. واستنوني بقى في فيديوهات جديده ان شاء الله. يلا مع السلامه.